زيزو قال لنادي الزمالك انا ليا 72 مليون، هتديهم لي ولا لا؟ قالوا له انت مالكش عندنا الرقم. راح رفع قضيه وبيطالب مستحقاته اللي هي المفروض تكون مكتوبه في العقد. طلع المحامي المستشار عن نادي الزمالك بيقول والله يا جماعه العقد مش مكتوب في الكلام ده، العقد مكتوب فيه ان الراجل ليه 9 مليون جنيه بس. 9 مليون جنيه على عيننا وعلى راسنا، خدهم يا عم زيزو 9 مليون جنيه بتوعك. بس تعالى الاول قبل ما تاخدهم نشوف انت ليك ايه واحنا لينا. قالوا له انت ليك 9 مليون منهم 5 مليون مشاركه، نسبه مشاركه، يعني انت تلعب بيهم وبعدين تاخدهم، لان زيزو لسه ليه ماتشات في العقد بتاعه ما لعبهاش، فبالتالي انت مالكش حاجه كده، ان انت ما شاركتش السيزون كله ده، لسه في ماتشات انت ما شاركتش فيها، تاخدهم بناء على ايه؟ رقم واحد. رقم اتنين بيقول له في 4 مليون اعلانات انت عملت بيهم اعلانات واحنا لنا منهم 20%، يبقى كده خلص ال 9 مليون طبعا. 72 مليون بيقول له ما فيش الكلام ده. النادي بيقول لزيزو ما فيش الكلام ده. زيزو رفع قضيه وبيطالب بحقه. طيب ناس كتير هتقف مع زيزو وتتضامن معاه وهتسيب اداره الزمالك.